تاع يعني اشياء بسيطه. مثلا احنا خدينا معنا الابر تاع الخياطه تاع الجراحه، خديناها معنا. الصفائح والبراغي تاع العظام، يعني لتثبيت العظم، خديناها معنا. وطبعا غير كافيه لانك تركبها على حالات وخلاص، يعني هذه مستهلكات، هذا ماشي عتاد يعني اللي يستعمل. الاجهزه اللي تما طبعا فيه اللي تعطلت، المهندسين ما كانش باش يصلحوها. البطاريات مثلا في قاعه العمليات المفروض الاجهزه هذيك تمشي ببطاريه حتى ينقطع الكهرباء، المفروض تبقى تشتغل يعني مده طويله. للاسف يعني انتهت، يعني فاول ما يروح الكهرباء يعني تروح معها الاخر، وهذا لعله كان اكبر عائق. لان في الاخير تقدر تشتغل يعني بادوات يدويه، تقدر تشتغل يعني بشكل بدائي، يعني عوض انك تكشف مثلا بالايكوغراف، تكشف مثلا باليد مثلا، ولو انها صعب لكن يعني تجتهد. اذا ما كانش التنفس الاصطناعي ما يكونش كاين، يعني تستعمل التنفس اليدوي. المونيتور هذا الشاشه تاع المراقبه اذا ما فيهاش مثلا ما تافيشيش النبض وكذا، يعني تدير جس النبض يعني بشكل يدوي. لكن في سياق تاع طوارئ وتاع حرب، وعندك العشرات من المصابين لازم تكفل بهم، من الحالات لازم تكفل بها، يعني يصبح يعني ما في ساعة، يعني هو نفسه اللي يكون مسؤول عن تخدير الإنعاش لازم هو يتكفل بالتنفس وجس النبض وفي الظلمة. نعم. يعني أستاذ كنتم تكلمتوا أنه فيه نساء حوامل تأتي إلى المستشفى. نعم. مستشفيات، ما هي الفئات الأكثر كانت تتعرض للقصف؟ كنا يعني بلا منازع، يعني الأطفال والنساء. أطفال والنساء يعني ممكن أكثر من 90% من الحالات، وهذا هو الشيء المؤسف. يعني فعلا مناظر مؤلمة جدا، يعني أطفال، نساء كل الأعمار، يعني حتى عجائز، حتى مع الأسف. يعني هو الآن لم يعد هناك مناطق آمنة بكل صراحة، يعني حتى في الجنوب يعني لم يعد هناك مناطق. يعني بالأمس يعني قصفت مدرسة وقصف مخيم. هذا اللي يخلي الناس يعني لا تتفاعل مع طلبات الإخلاء. يعني هو يوميا تجيهم رسائل على الجوال لمغادرة. نعم، المغادرة أو منشورات يعني تنزل عليهم يعني من الطائرات. ما عادوش يتفاعلوا معها، هم من البداية ما كانوش يتفاعلوا معها. يعني أنك توصلك رسالة ما تخرج، طيب يخليك غدوة بعد غدوة مثلا يصير قصف بجنبك، كان اللي يخاف مثلا يحس بالخطر فيخرج، كان اللي يفضل أنه يقعد. بعد فترة ممكن يصير اجتياح بري. الاجتياح البري يعني فعلا فيها عشوائية، يعني ممكن يعتقل من يكون هناك، إذا كان خصوصا إذا كانوا رجال يعتقلون، ممكن يصير إعدام ميداني، ممكن يكون فقط تخريب ويمشوا ويخلوك. فما كانش قاعدة. الناس لما شافت أنه خلاص ما كانش مكان آمن، لهذا هادو تقريبا أصحاب الشمال رغم التجويع، يعني اللي وصلوا يعني أكلوا الحشيش وأكل هذه في شهر أفريل، شهر ماي تقريبا. رغم ذلك خلاص يعني قرروا باش ما ينزلوش، لان اولا ما عندهاش وين نروح، ثانيا ما كانش مكان يعني ملائم، وثالثا يقول لك انا نبقى في البيت ولو كاين لي يعني الشقه تاعه مثلا غرفتين يعني تحطموا باقي غرفه واحده، يقول لك افضل من اني اروح الخيمه. نعم. استاذ، النساء والاطفال الذين يتم اسعافهم يتعرضون للقصف في المخيمات او في ما بقي من المنازل؟ حتى المنازل، يعني المنازل او المدارس. يعني الان المدارس طبعا فيها هم يعني مفصول، يعني نساء في قاعات ورجال حاكمين قاعات، يعني منفصلين باش يعني يكون هناك أكبر عدد، يعني ممكن ماشي بالعائلة. نعم. نعم. نعم أستاذ، أجريتم الوفد الطبي أجرى عمليات جراحية تحت أضواء الهواتف النقالة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الوقود في المرحلة الأخيرة، يعني قبل الأيام الأخيرة التي قضيتموها. كيف كانت مستوى يعني توفر الوقود في المستشفيات؟ الوقود عملية يعني توفير الوقود تدار يعني يوم بيوم، يعني ليس ما كانش هناك خزان، يعني مخزون كبير، يعني فيوميا يتم توفير الوقود، إما من يعني بكميات شحيحة تدخل عبر المؤسسة تاع الأمم المتحدة توفرها، مرات توفرها لمستشفيات قديمة أصلا هي خارج عن الخدمة، فيتم تحويل هذيك الكميات، يعني يتم نقلها إلى المستشفى الأندونيسي في ظروف صعبة جدا، يعني فيها تهديد يعني بالقصف. فكميات يعني تجي كميات صغيرة، يعني بال100 لتر و200 لتر، يعني فهكا يصير انقطاعات.
احنا كانت يصير الانقطاعات يعني في العمليات في قاعة العناية المركزة. يعني شهدنا يوم يعني كان فيه وفاة 4 مصابين في العناية المركزة في دقيقة واحدة. يعني بدأت تطفى الشاشات، يعني بدأ يطفى التنفس الاصطناعي. قاعة العمليات كنا نشتغلوا يعني في ظل 40 درجة مئوية، يعني درجة حرارة كبيرة، بحكم أنه أصلا جاي مغلقة. فكان هناك استعمال المروحات حتى، يعني التكييف بالاقتصاد الوقود ما كناش نشعلوا المكيف، رغم انه تكييف خاص يعني فيه تعقيم. لكن ما تخدم يعني في جو غير معقم، نديروا مروحات. المروحه يعني تبقى نفس الهواء الفاسد يعني يبقى يدور. هذا يشكل حتى يعني ممكن تداعيات من بعد التهابات ولا المصاب يعني. لكن ليس هناك خيارات اخرى، فتشتغل بالموجود يعني. نعم نعم. هذا أستاذ، أنتم كنتوا يعني شاهدتوا أمامكم صور يعني مؤلمة جدا للأطفال والجرحى وحتى الشهداء. ما هي الصورة التي بقيت راسخة في ذهنكم من خلال هذه التجربة؟ والله هناك عدة صور يعني فعلا كحالات يعني لا يكاد يبقى أحد إلا وعنده قصة حزينة يعني تاع أحد أقاربه. أحد يعني جات واحدة المرأة مثلا جايبة ابنها مصاب، وتقولنا يعني مثلا يعني تترجانا أننا يعني ننقذه، يعني رغم أن حالته ما كانتش خطيرة جدا، ولم تكن يعني بهذاك الهلع الكبير، فكان يعني مستحضرة ذهنها. فتخبرنا يعني أنه لأنه كان عندها 3 أبناء واحد آخرين ويعني واستشهدوا صغار ودفنوا عند البيت يعني. فقالت حتى تحبوا تشوفوا يعني وين مدفونين، لأنهم الحركة يعني محدودة، ولأنه ما بقاش مفهوم المقابر، يعني ما كانش يعني إما مقابر جماعية أو مرات يعني عند انتشار جثة ولا في نفس المكان يحفروا لها 50 سنتيمتر ولا ما تيسر، ويحطوا يعني لافتة وخلاص عائلة فلان فلان وخلاص. فقلت لها عندنا لافتات يعني عند البيت، تحبوا تشوفوهم يعني باش إلا باش تصدقوني حتى تعملوا يعني جهدكم باش تنقذوا يعني الابن الرابع. ففعلا يعني وتقول فيها يعني من المشاهد أيضا يعني حتى هذا في البدايات كان لما يستشهد 1 ولا 2 كانت كل الناس تخرج يعني، أو في السنوات الماضية ولا ذكروا الصور يعني. الآن يعني لما يستشهد 1 ومثلا يجوا باش يدفنوه يعني عائلته فقط 4 ناس. وجدنا يعني من مدير المستشفى أخته يعني مع أولادها يعني استشهدوا، ما راحش للدفينة يعني، وصى الناس وقال لأنه مشغول يعني، كان القسم مكثف فبقي في المستشفى. يعني حالات مثل هذه يعني، وتلقاهم رغم هذا تلقاهم يعني كشعب يعني شعب صامدون وعازمين انهم هم طبعا ما عندهمش خيارات يعني. هذه سابقة في التاريخ انك تتعرض يعني لعدوان وقصف وما عندكش وين تروح، يعني الحرب الروسية الأوكرانية أو غيرها يعني عبر التاريخ الناس ممكن تهرب، ممكن تبدل البلاد، ممكن هما فقال لك هذا قدرنا يبقوا يستنوا أنهم نعم. نعم. أستاذ، كان من مهام الوفد أيضا تدريب وتكوين أطباء الفلسطينيين الشباب الطلبة. في هذه عملية التكوين كيف تمت، أو هل كان المتفق عليها قبل دخول الوفد الجزائر؟ نعم، هذا مما كان ينبغي تغطيته كجزء يعني من النشاط تاعنا. أن طلبة الطب أو الطلبة المقيمين أو الأطباء المقيمين يعني كانوا باقين، وتكوينهم طبعا متعثر، لكن فرضت الأحداث أنه يبقوا يعني. طبعا هم كلهم متطوعون، ما كاش واحد ياخذ يعني رواتب يعني، حتى اللي ياخذوا رواتب من الأطباء الآخرين ياخذوا مبالغ بسيطة وبشكل غير منتظم، يعني $100 ولا $200 في الشهرين في 3 أشهر، يعني مرات تجي مرات ما تجيش. فكان لازم يعني نواصل هذه المهمة. طبعا تختصر عليهم الطريق يعني بحكم الحمد لله يعني كان الفريق اللي راح تقريبا كلهم كمعدل ممكن 20 سنة في الجراحين، يعني 20 سنة خبرة أقل شيء يعني. فيختصر لهم الطريق، وكثرة الحالات ويعني هذه تخلي أنه سياق يعني سياق مفيد مثلا في تسريع العمليات التعلمية. بقات التواصل يعني عن بعد، مثلا يكون فيها حالات مستعصية أو استشارات أو
أو أي توجيهات معينة إلى الآن إن شاء الله باقي يعني. نعم أستاذ، هل تحضرون للعودة إلى القطاع في إطار مهمة أخرى؟ طبعا يعني هذا الأمر نسعى إليه إن شاء الله، ممكن خلال الشهرين 3 الجاية نعودوا نرسلوا وفد لسبب وجيه، يعني هو إدارة المستشفيات هناك أو يعني عاينا، خصوصا أنه كان فيه وفود من قبل جات. الوفود اللي جات من قبل يعني إما يكونوا أجانب أو يكونوا يعني عرب لكن مقيمين في الخارج، يعني وعددهم قليل يعني في الأخير. كوفود عربية كثير من البلدان يعني لا تسمح لمواطنيها الذهاب للقطاع يعني بشكل رسمي وصارم يعني. كثير من البلدان ليس لها المقدرة أصلا، يعني نتكلم على بلد مثل السودان أو اليمن أو حتى سوريا، أو يعني لا يستطيعون يعني كمواطنين لأنهم يعني أصلا في حالة حرب. نعم. فلما تحط الخريطة تاع الدول العربية شكون اللي ممكن، لأنه يعني في حاجز لغة مع المريض مع المصاب مع الطواقم الطبية، تحتاج تتواصل بشكل عفوي، تحتاج فضلا عن الجانب الإنساني يعني الشعوري، تبادل المشاعر وكذا. فلا تجد كثير من البلدان يعني اللي ممكن تسد هذا الثغر. يعني الدول لا تسمح لمواطنيها إما لا تسمح أو لا تستطيع يعني نعم. هذا الوفد يعني سوف يغطي النقائص التي لاحظتموها خلال هذا. نعم. الوفد المقبل هو سيغطي النقائص التي طبعا إن شاء الله. نعم. نعم أستاذ، بعد عودتكم تم استقبالكم في مطار الجزائر الدولي من قبل استقبال شعبي كان من قبل المواطنين الذين قدموا إلى المطار. شعارات كنا قد تابعناها في الفيديوهات، كيف كان وقع هذا الاستقبال عليكم؟ والله كان فعلا يعني كان استقبال حافل، يعني لم نكن نتوقعه، أو يعني بالأحرى كنا نتوقعه، لكن يعني طبعا يعتبر مفاجأة سارة. الناس اللي جات أحست بواجب الاستقبال، كأنه أقل الواجبات التي يمكن فعلها. كأن يعني قال لك أنتم رحتوا يعني مسافة بعيدة وفيها تهديد، فإحنا على الأقل يعني ناخذ من وقتنا أن نجي ننتظروا يعني ممكن إلى 2 ساعتين 3 يعني تاع انتظار حتى خرجنا وبقينا يعني معاهم. فقال لك هذا أقل الواجب، يعني أن نرحبوا بكم ونشكركم. ففعلا كان يعني مؤثر، رغم أننا احنا نشعر أننا أدينا واجبنا فقط يعني. ونعلم أنه لو تيسر هذا الأمر يعني لغيرنا لكانوا من المبادرين ومن السباقين. صحيح كنتم تمثلون يعني أغلب الجزائريين أو كل الجزائريين الراغبين في التنقل إلى قطاع غزة. الأستاذ فيصل بالجلالي رئيس البعثة الجزائرية إلى قطاع غزة وصاحب هذه المبادرة، شكرا جزيلا لكم على حلولكم ضيفا على إذاعة الجزائر الدولية وكل هذه التوضيحات، وبتوفيق إن شاء الله في المهمة المقبلة. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الأفاضل، هذه حكيمة ذهبي تحييكم في أمان الله.